السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كتير قوي من اصحابي على القناة واسرتي الجميلة سألوني ازاي ان احنا نحافظ على وزننا في الشتاء ووزننا ما يزيدش و... ونتغلب على الجوع ازاي. فانا النهاردة جايبه لهم النظام ده انا مجرباه وحباه جدا لان هو بجد فعلا بيحافظ على وزني. فانا هقول لكم على النظام ده وجربوه معايا. النظام ده اول ما بنصحى من النوم الصبح اهم حاجة قبل ما نبدأ النظام نكون متأكدين ان الغدة عندنا سليمة وفيتامين د، لان الاتنين دول بيأثروا على الحرق جدا. يعني لو الغدة كويسة وفيتامين د كويس خلاص نمشي على النظام ده. اول حاجة هنقلل النشويات البيضاء والسكر والقمح عشان الجلوتين اللي في القمح. هيبقى فطارنا الصبح اول ما نصحى من النوم. اول حاجة لازم نعملها اهم حاجة غسيل الاسنان، لان احنا اول ما بنصحى من النوم بيبقى فيه بكتيريا في الفم. لو ما غسلناش سناننا كويس وشربنا مية البكتيريا دي كلها بتنزل معدتنا. اول حاجة هنعملها هنشرب ازازة مية 600 ملي زي اللي انتوا شايفينها، ازازة مية صغيرة. بعد كده هنجيب كوباية فيها مية دافية هنعصر عليها عصرة الليمونة دي ومعلقة عسل نحل، لان العسل بيعلي الحرق في الصبح كده. هناخد قطعة جبنة قريش، 2 بيضة، خيار، جرجير، خس، اي خضار موجودة عندكم، بس بلاش الطماطم لان بيبقى فيها املاح، والاملاح طبعا بتعبي مية جوه الجسم. ده هيبقى فطارنا. بالنسبة للناس اللي ما بتحبش البيض هتاخد بدل ال2 بيضة علبة تونة. آه، اول حاجة علشان ان احنا نحرق وجسمنا يحرق، النشويات بتقلل الحرق جدا، فهنمنع القمح والرز، يعني العيش والرز. هناكل طبعا النشويات مسموحة اللي هي الشوفان والفاكهة لغاية أذان المغرب. بعد المغرب هيبقى بروتين وسلطة وترمس وفشار، حمص الشام. وطبعا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان احنا ناكل تلت معدة، يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام ناكل لقيمات. هنقسم الوجبات بتاعتنا على 5 وجبات بحيث ان احنا ما ناكلش ونملى بطننا. يعني التفاحة وجبة. النشويات البيضاء بتجوعنا كل ساعتين، فياريت نمنع النشويات البيضاء. ده النظام بتاعنا اهو، قطعة جبنة قريش ومعايا البيض ومعايا خيار او جرجير او خس الموجود عندك. انت ممكن تستبدلي العيش بخيار، يعني ممكن تاكلي الجبنة بالخيار بفلفل. البيض ممكن تقطعيه وترش عليه شوية ملح بكمون كده وتاكليه بالشوكة. يعني ايه، دلعي نفسك في الفطار هتلاقيكي بتاكلي وبتشبعي. يعني لما تاكلي اشربي ازازة المية 600 ملي، وبعدين بعد ازازة المية هتاخدي كوباية، بعدها ب10 دقايق كوباية العسل بالليمون الدافية، حلوة جدا وبتقوي جهاز المناعة وحلوة في الايام اللي احنا فيها دي. وبعدين هتاكلي بقى الجبنة والخيار والبيض، بتهيألي يعني الفطار ده هيملى المعدة جدا جدا. هنيجي بقى اللي عندنا الممنوعات اللي موجودة عندنا في الرجيم. زي ما قلنا النشويات والسكريات، يعني يا ريت بدل ما نقلل السكر ونقلل الحلويات، لان الحرق في الشتاء في اخر شهر 9 و10 و11 الجسم بيبدأ يخزن عشان يحمي نفسه، لانه بيحب يطمن نفسه عشان ما يحسش بالجوع. فبتلاقيكي دايما عايزة تاكلي وجعانة وعلى طول بتاكلي. ف فانت هتتحاولي تتغلبي على كده ازاي؟ بان انت تاكلي خضار. الفاكهة طبعا بتبقى قبل الاكل بساعة يا بعد الاكل ب3 ساعات. ما تحاوليش تاكلي فاكهة بعد الاكل مباشرة عشان ما تتحول سكري دهون وتتخزن جوه الجسم. بالنسبة بقى كمان في شوربات بتسد الجوع وبتحرق في نفس الوقت. الشوربات اللي بتسد الجوع وبتحرق شوربة البروكلي والكوسة وشوربة الخضار، حمص الشام، الفشار، الترمس واللب السوري. ودايما بعد تلت ساعة من بداية الأكل المخ بيبدأ يشبع. يعني
انت حتى لما بتكوني بتاكلي وبتيجي تقومي من على الاكل او حد يقومك بتيجي تقعدي تاني عشان تاكلي، بتحسي ان انت خلاص معدتك قفلت. ليه؟ لان هو المخ بيشبع بعد تلت ساعة من الاكل. فدايما يبقى اكلنا بالراحة وما ناكلش بسرعة. هنبص نلاقينا كلنا ممكن ربع الكمية اللي احنا بناكلها. بالنسبة للجبنة القريش والبيض المسلوق والزبادي بيرفعوا الحرق جدا، والتونة والسمك وصدور الفراخ والرومي المدخن ممكن نستبدله. يعني مثلا انا ما عنديش اكل النهاردة او في الغدا ما عنديش صدور فراخ، ممكن اكل رومي مدخن، ممكن اكل علبة تونة، ممكن اكل سمكتين مشويين، صدر فرخة. اللحمة مش مستحبة قوي في الرجيم بتاعنا. هوريكم اهوت الغدا بتاعي بقى بيبقى عبارة عن ايه. زي ما انتم شايفين طبق سلطة. هو المفروض طبق السلطة الخضراء ما يبقاش فيه طماطم، زي ما قلت لكم ان الطماطم فيها املاح، واحنا لما نكون بنعمل رجيم بنقلل كل الحاجات والملح علشان ما يخزنش مية في جسمنا. معايا هنا صدور فراخ، معايا كوسة سوتيه، ومعايا كمان سمك مشوي وخضار سوتيه. يعني الكوسة دايما بتبقى حلوة قوي في الرجيم وبتفرق معاكي على الميزان كتير قوي 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 لو كلتي كده. يعني ممكن غداكي يا يبقى طبق الفراخ مع الكوسة وطبق السلطة، او طبق السمك مع الكوسة السوتيه وطبق السلطة. اظن الغدا ده جميل. ممكن بقى تستبدلي صدور الفراخ بعلبة تونة، ممكن تستبدليها برومي مدخن زي ما بقول لكم، ممكن تستبدلي ببيض مسلوق ب2 بيضة مسلوقة. البيض المسلوق يا جماعة بيعلي الحرق قوي مع الرجيم. هوريكم النهاردة في الفيديو ده ازاي تقدري تعملي صدور الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وعايزة اقول لكم ان طعمها تحفة. يعني الولاد لما بنيجي نعمل النظام ده، او بحس ان الموضوع بقى هيفلت مننا في الشتاء، فبكتفي بالاكل ده وبعمل لكل واحد الطبق بتاعه وبياكلوا. فهم بصراحة بيغيروا ويقولوا لا احنا مش عايزين ناكل عيش ورز، احنا عايزين ناكل زيكم كده. فحلو جدا ان الولاد ياكلوا اكل صحي، وحلو ان احنا نعودهم على الاكل الصحي، وهيرتاحوا جدا في حياتهم. بجد الاكل المفيد والصحي افضل بكتير من ان احنا نقعد نحشي بطننا نشويات ورز وعيش وسكريات، وكلها هتتخزن جوه جسمنا وهتأدي لسمنة، والسمنة بتأدي لأمراض وتعب. عامة حتى لما الواحد بيبقى جسمه خفيف بيقدر يمارس حياته ويعيش حياته العادية. فالمية أهم حاجة قبل الغدا، كوبايتين مية قبل الغدا. يعني قبل ما نبدأ ناكل غدانا كوبايتين مية. نبدأ بطبق السلطة وبعدين الخضار والفراخ أو السمك أو التونة أو البيض. بجد لو جربتوا الغدا ده مش هتحبوا تاكلوا رز ولا عيش خالص في الغدا او في العشاء، وهيفرق معاكم كتير في الشتاء، والجسم كمان هيتعود ان هو يحرق. معايا هنا صدور فراخ اهيت. هوريكم انا بعملها ازاي. ومعايا التتبيله عباره عن بصلتين مفرومين ومعاهم خل وملح وفلفل اسمر زي ما انتوا شايفين كده، وشويه بابريكا. هقلب صدور الفراخ في التتبيله ديت. هعصر عليها الاول عصرة ليمون كده. انا طبعا غسله الفراخ بتاعتي بالخل والدقيق ومنضفاها. هعصر عليها عصرة ليمون، وبعدين هنزل عليها بالتتبيله. ده بصل انا فرماه في الكبه وحط عليه فلفل اسمر وملح وبهارات فراخ وشويه بابريكا. سهله جدا وما فيش فيها حاجه. هقلب الفراخ كويس. الصدور بتاعتي في التتبيله صدور فراخ بانيه عاديه، بجيبها من عند بتاع الفراخ زي اللي انت بتعمليها بانيه بالظبط، وبعملها كده. كل ما تكون الشرايح رقيقه كده وقدامك كتير وتاكلي، زي ما قلنا الاكل ببطء بيفرق قوي معاكي وبيحسسك بالشبع، لان الشبع بيوصل للمخ بعديها بتلت ساعه. فلما هتاخديها كده حتى لما بتكوني في بوفيه مفتوح وكده وبتروحي تجيبي الشوربه وبعدين تروحي تجيبي السلطه وبعدين تروحي تجيبي الفراخ، فبتحسي بالشبع. انا هنا حطيت حتة زبدة. الزبدة مفيدة طبعا.
حطيت حتة زبدة في الجريل، ونزلت انا بقى كده بصدور الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، واحدة جنب واحدة. اول ما تتشمع معايا، وحاولي تنزلي بيها بالراحة، ما يبقاش ورا بعضها عشان الجريل ما تبردش معاكي. زي ما انتوا شايفين انا بعمل ايه، بالراحة جدا، وبنزل بقطعة قطعة علشان الجريل ما تبردش، والفراخ تنزل مية. انا مش عايزاها تنزل مية، انا عايزاها تاخد صدمة و... واول ما تاخد لون هقلبها على الوش التاني. هعمل الكمية معايا بالشكل ده في الجريل، وهوريكم ان هي ازاي سهلة وبسيطة قوي، واسرع لك من اي اكل هتعمليه. وبجد لما بيكون في دايت النظام بيبقى سهل قوي، وبيبقى الحياة بسيطة ومريحة. وهو مش دايت ولا حاجة، انت كده بتاكلي كل اللي نفسك فيه بس بطريقة صحية وجميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده، انا بقى هستلى كده في الفراخ بتاعتي واحنا بنتكلم مع بعض. عايزة اقول لكم ان احنا كل 3 ايام نخصص يوم يبقى مشروبات بس. يعني هنيجي كل 3 ايام نعمل يوم مشروبات بس. المشروبات ده هتعملي ايه؟ يعني تشربي قرفة، تشربي ينسون، حاجات عطرية بتنقي الجسم وبتنزل السموم من الجسم. تشربي جنزبيل، تشربي ينسون، قرفة، كراوية. ممكن تشربي حاجة بلبن، ليكي كوباية لبن تشربي بيها. عايزة بقى تشربي سحلب، عايزة تشربي هي كوباية لبن طول اليوم اللي فيه المشروبات ده. ممكن تعملي يوم المشروبات ده شوربات، شوربة خضار مثلا، اي شوربة انتي بتحبيها. شوربة الكرنب على فكرة بتحرق جدا، وعلى فكرة والله يا جماعة جميلة جدا وطعمها حلو قوي في الشتاء. في حاجة كمان بالليل قبل النوم، في خلال 3 ساعات قبل ما تنامي، علبة الزبادي بالليمون بتبقى جميلة جدا. والناس اللي معدتها بتوجعها من الليمون بتجيب فيتامين سي من الصيدلية، اللي هي نقط بتاع الأطفال، وبتضيف 3 نقط فيتامين سي على الصبح على كوباية المية الدافية بالليمون. بدل الليمون بتحط فيتامين سي، اللي هي كوباية المية الدافية وعليها معلقة عسل، وتحط 3 نقط فيتامين سي. بالليل نفس الحكاية، لو هتاكل زبادي هتحط برضو فيتامين سي اللي هو النقط، لو الليمون بيتعب المعدة. بس كده هو ده النظام. ولو احنا مشينا على النظام ده هنرتاح جدا، وهيبقى هو اسلوب حياة. يعني لو انت اتعودت عليه هيبقى اسلوب حياة ليك. كمان في حاجة انا بعملها. يعني انا بعد الغدا بنص ساعة بعمل كوباية شاي بليمون. كوباية الشاي بليمون بعد الغدا بنص ساعة بتفرق معاكي جدا جدا في الميزان، وبجد بتتبهري بالنتيجة. يعني آه، لو عملتي الأكل ده بالنظام ده لمدة 3 أيام، آه، لو لو وقفتي على الميزان هتلاقيكي خسيتي من 3 كيلو ل 4 كيلو. يعني انت متخيلة 3 كيلو في 3 أيام أو 4 أيام. على فكرة بعديها بتلاقي جسمك بقى مكنة حرق، بتحرقي من غير ما تحسي. يعني بتلاقيك خلاص اتعودتي، معدتك خدت على الاكل ده، مش عارفة تاكلي. لو كلتي بعد كده حتى نشويات رز او عيش بتحسي ان بطنك بتوجعك. شايفين انا بقى ايه؟ بخلص الصدور كده اللي بتتشمع معايا من ناحيتين بشيلها وبحط غيرها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا عارفة طبعا ان انا الفيديو طويل عليكم، بس انا حابة اوريكم، وادينا بنتكلم مع بعض عشان انتوا طلبتوه مني اكتر من مرة. والحقيقة انا وعدت كل اللي معايا على القناة ان انا هنزل لهم النظام الرجيم اللي انا بمشي عليه، او اللي انا جربته وانبهرت بالنتيجة بتاعته. فبجد يعني هو جميل جدا، وجربوه هيفرق معاكم كتير قوي. ولما هتخسي وتقفي على الميزان وتلاقيك خسيتي 3 كيلو، هيديكي دفعة قوية قوي. انا بسميه نظام رفع المعنويات. هتلاقي معنوياتك ارتفعت جدا، هتلاقي اللبس بقى شكله مختلف عليكي.
بجد حلو قوي قوي قوي، وصحي جدا، اي حد يجربه عادي. بس اهم حاجة زي ما انا قلت في الاول، ان يبقى مفيش مشاكل في الغدة. الناس اللي هي بتاخد دواء للغدة تبقى محافظة على علاجها، وكمان ما يبقاش في نقص في فيتامين د. الحاجتين دول بيمنعوا الحرق وبيقللوه معاكي. زي ما انتوا شايفين كده، كل ما باجي احط دور بحط شوية زبدة، ولغاية اما كمية الفراخ كلها تخلص معايا. زي ما قلت لكم ان الولاد بيتخانقوا معايا لو انا عملت ليا انا وباباهم الفراخ وما عملت لهمش، او عملت لنا النظام ده وما عملت لهمش. سبحان الله بتعجبهم الفراخ دي جدا، رغم ان هم بيحبوا برضو البانيه والستريبس والحاجات المحمرة. بس ساعة ما بيشموا ريحة الشوي بتاع الصدور خلاص بقى مش عايزة اقول لكم، فعلا هي ريحتها جميلة جدا، ريحتها وهمية. فانا بعملها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا كده تقريبا خلصت الكمية. معايا بقى بقية التتبيلة حطيتها كده في الجريل، وهبدأ بقى ارص بقية الصدور اللي انا تبلتها كلها، اللي انا خلاص شمعتها كلها في الجريل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الجريل دي يا جماعة جميلة قوي قوي، انا ما بستغناش عنها. هغطيها بقى، وهي شايفين بقى بعد ما نشفت بجد تحفة، وطعمها رهيب رهيب رهيب. جربوا صدور الفراخ بالطريقة بتاعتي دي، طعمها بجد يهبل يعني. جميلة جدا، وهتاكليها كده بالشوكة مع الخضار هتشبعي جدا. يلا بينا بقى نشوف هنعمل الخضار السوتيه ازاي. في نفس الجريل انا حطيت قطعة زبدة صغيرة جدا، يعني تعتبر معلقة شاي. وحطيت الكوسة والجزر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بقطعهم بالشكل ده كده بالورب. حطيت رشة ملح بفلفل، وهحط عليهم فص ثوم مفروم. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الثوم، وهفضل بقى اقلب لغاية اما الخضار اللي معايا ياخد شكل الجريل كده وياخد لون. وبعد ما ياخد لون معايا، شايفين بدأ ياخد لون، الكوسة بدأت تاخد لون معايا. دايما الكوسة يا جماعة السعرات الحرارية بتاعتها قليلة، فالكوسة والبروكلي افضل نوعين خضار وانتي بتعملي رجيم. لو انتي ما بتحبهمش بقى ممكن بسلة، هي البسلة فيها نسبة سكر. فاحنا بنختار الحاجات اللي السعرات الحرارية بتاعتها قليلة. والله العظيم الطبق بجد بيبقى شكله يشهي ويفتح النفس. يعني شوية الخضار مع شوية صدور الفراخ كده تاكليهم بالشوكة هتشبعي، وهتحسي ان انتي يعني نفسيتك في السما، وكمان هتحسي معدتك مرتاحة مش تعبانة. جميل جدا النظام، جربوه. شايفين خلاص انا كده غطيت عليها حوالي دقيقتين 3. الكوسة والجزر استووا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكده الخضار السوتيه جاهز معايا. ما خدش مني وقت، ثواني كل حاجة كانت جاهزة. يعني لو انتي واقفة في المطبخ بتطبخي اي طبخة تانية هتاخد منك وقت اكبر من كده. وكده الخضار جاهز معايا، والفراخ الصدور اللي انتوا شايفينها، وشوية السلطة الخضراء مع الطبق دوت. وبكده غدانا يكون جاهز. وبالليل هيبقى قبل النوم ب3 ساعات هناخد علبة زبادي وعليها فيتامين سي او عصرة ليمون، وبكده اليوم بتاعنا بيكون خلص. وحاولي تشربي 3 لتر مية في خلال اليوم. وهو ده النظام اللي انا بمشي عليه، ويا رب يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوليش بلايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل وصفاتي. ويا رب يكون النظام جميل وعجبكم، وطريقة التحضير سهلة وبسيطة. والسمك المشوي طبعا معظمنا بيشتري جاهز.